بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. سيد الرئيس، آية الموقرة في جثة القتيل دوما تسكن الحقيقة. فباستدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات وسؤاله بالتحقيقات قد شهد بعد أن أطلعناه على كافة الشهادات والإقرارات أنه طبقا لما أجراه من تشريح وما ثبت بالمناظرة والتقارير أن إصابة ابنتنا تنتج عن تعد عنيف على عموم الجسد، وأن إصابة رأسها المصحوبة بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ وصدمة وهي سبب الوفاة. سيد الرئيس، تنتج عن الدهس العنيف للطرف. وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة جنائية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عرضية، وأضاف أن ذلك التعدي بهذه الصورة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجو منه شخص بعمر المجني عليها مما يقطع بقصد المتهم بإرهاق روحها. وأضاف أن الوفاة يجوز حدوثها على نحو الإقرار الأخير لأنها تثبت من حقيقة دافعه لجرمه سالف البيان، ولتكتمل لنا أحجية عنوانها الغدر والخذلان، ولندحض ما كان من المتهم من كذب وروغان. قد انتقلنا ليلا وأجرينا معاينة لقرية القاتل على سؤال القاتل واستجوابه ومواجهته بكل ما جمعناه من قرائن ودلائل أضفنا بها عليه القناع، فلم يتبقى له منها مهربا غير الكذب، إلى أن خنق كذبه كذبه فاعترف أنه هو من قام بقتل المجني عليها بعد ساعة من التفكير، فانخد عليها معتديا بالدهس والضرب دون إنسانية أو ضمير. وإذ أنه لا يرسم الطريق إلا من سلكه، فقد تطابق اعترافه مع مواضع ثبوت الإصابات التي ثبتت بالمناظرة والتقارير، إلا أنه أرجأ فعاله لمس شيطاني ما أصاب، ولكن جهل بين له أن ذلك مخرجا من عقاب المريء. العامة دليل من ظل التحقيقات بما يؤكد تساندها نحو ثبوت الاتهامات قبل المتهم.